يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوج. وصلي صلي النبي صلي بما يصلي أبوها رملي وأمه يهودية عالجدار فرخة بادت تديك قاطرها شيلينين وقع مني الحته دي هي دوروا معايا بنتك حلوه إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد هند أمزح معك أفاجئك. امزح معك افاجئك. نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن نعم. ايه ده يبقى جد جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هند اننا سنتنازل ونخرج سويا. أحق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. رأيت المياع في الكلام؟ والله يا عماه سأخذ هنودة ونتنازل قليلا بالخارج. ايوه الشباب بقى وانت عارف بقى وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا نتأخر لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في صقر قريش أم تريد خيمة على المحارة أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع. قل ما عند. هل تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر؟ لا تريد شيء. عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفرح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة ولكن لا تتأخرا. شفت صوت الراجل ده ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا لبعض احنا الاثنين، احس ان انت مش فاهمه من الفاظ بقي. لا أفهمك ولكني سعيدة بكلامك. أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام اللي انا كنت بتكرع يعني ولا بتوب؟ لحظة، تتتاوب. دعني تتثاءب. ايه؟ تتثاءب يا لمبي. نعم. ايوه نعم. أغثني بالله عليك يا اخي بطلوا بقى وساخه بقى، بطلوا وساخه بقى. ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا دي؟ لمبي إنه عبده؟ ماشي مشكرين مع عبده. شوف شغلك انت. هيا بنا لا تفعل ذلك. واخده بالك بقى هند، انت عارف ان انا كان نفسي اخدك كده على كورنيش. لمبي سخير عم عبده، كان نفسي اخدك بقى على المقطم كده وافرجك المعادي. ها
واخدك على الدائري نتسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطة طريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة. حرامي ده سر الشعرية بتاعتي. هيا يا لمبي، أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. ايوه. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى خير في سلامة، وقولي لي بقى؟ ماذا؟ سلام في خير، وقولي لي خير في سلامة. حسنا فهمت. كلما تقول شيئا يجب أن أرد عليك بنفس الوزن والقافية. كلام شنيل، يعني خير في سلامة وسلامة في خير. حلو. دلوقتي بقى انا رحت لعمو هريسة واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوج بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيد ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيد ولا ايه؟ إنها طرفة ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا. لا بس انت عسولة انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم، وأنقذتني من أن أكون له أمة، ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. ايوه يعني انت هتتجوزيني انا هتتجوز الاشرم؟ بالطبع يا لمبي. ايوه. أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين؟ أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض. ايه بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله ده انت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى، عشان خاطر يبقى في الاتفاق كده اللي بينا وبين بعضينا. يبقى انا عارف اللي ليا واللي عليكم. خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وأنا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين ولا انتوا هتجيبوا المدافن؟ لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، أنا سأعمرها، أي أنني سأسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رمية الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالي انا؟ لمبي لا أفهمك، دعني أكمل حديثي. افضل يا ست كملي يا ست كلام. وأريد أن يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز يبقى طبيعي، او بومبا يكون في اذن صرف في قلب الخيمه كده، يعني الدخله مهمه. أتقصد ليلة البناء؟ ليلة ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخلة ليلة. ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. ايه عارفه الدخله؟ نعم أعرف. تكوني مع شباب قريش وكده. كل ما أعرفه ايوه أن الزوج والزوجة ايوه يجلسوا وحدهم داخل الخيمة، ايوه ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي ازاي؟ لا أعرف. انا عارف الطفل بيجي ازاي. ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة، أي الخلوة. ايوه. ثم تضع الزوجة ايوه قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضه الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفها دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني ايوه وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجبي الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وأنجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. زعرب؟ نعم. الزعرب طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل؟ نعم عمي هريسة أمه أنجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لنبي الزعرب. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم في شويه خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ امك جابته من زعرب واحد، انا هاجيلك في ليله الدخله معايا الزعربين. ليه؟
ده انت طلعتي. انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انظري الى الكرم. نظرك بالكرم. أتقصد القمر يا لمبي؟ ها؟ القمر. ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي، القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بايدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبي يا ولدي، أنت الآن من البيت، ايوه، ولا يجب أن تحضر أشياء معك، فأنت مقبل على زواج، والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسال؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الألفاظ أمام الآلهة. آلهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة ب5 جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي ال5 جنيه؟ عبارة عن دران واحد. الدران هنا ب25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر. بلى ولكني أصدقك القول يا ولدي. ايوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. ايوه. ولكني أعدك ايوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ في امبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. ايوه. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني النودة ولا مش هتجوزهاني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش. كده ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليلة الدخلة. ارقصي له يا هند. وانتوا كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شاردة كده اي حد. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت يا لمبي، أتجرؤ أن تقبلها أمامي؟ عندما أخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر إلى نفسك وتتعرف.